يا ترى ايه الافلام اللي تناولت رمضان داخل اعمالها؟ السينما المصرية على مدار تاريخها رصدت كل المناسبات الاجتماعية والسياسية والدينية اللي مرت على مصر في تاريخها، واللي من اهمها شهر رمضان. مشاهد جمعتنا وحسستنا بجمال الشهر الكريم. فيلا بينا نشوف جو رمضان في افلامنا زمان ودلوقتي. أولهم فيلم العزيمة بطولة فاطمة رشدي وحسين صدقي، ده اتعرض سنة 39 وإخراج كمال سليم، واللي جسد وجود رمضان في المسحراتي والجيران وهم على السطوح وبيسمعوا لطبلة المسحراتي وهو بيفكرهم بالسحور. وفيلم في بيتنا رجل كانت من أهم المشاهد اللي فيه بطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت، وهو من الأفلام السياسية فترة ثورة يوليو 1952 عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج هنري بركات، واللي بيظهر فيه الشاب إبراهيم حمدي المطارد وهو بيستخبى في بيت صديقه محيي، واللي بيصادف إنه وقتها كان شهر رمضان الكريم، في مشهد بيجمع العيلة كلها وهي بتستنى مدفع الإفطار. وفيلم الفانوس السحري بطولة إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي، إنتاج 1960 وإخراج فطين عبد الوهاب، ومصطفى الموظف البسيط اللي بالصدفة بيلاقي فانوس قديم كانت طفلة بتلعب بيه مع أصحابها في الشارع ليلة رمضان، فياخدوا منها بعد ما اشترى لها واحد جديد، ويكتشف بعد كده إن الفانوس مسحور وعايش في عفريت. وفي نفس السنة 1960 إخراج حسن الإمام الفيلم الاجتماعي مال ونساء بطولة صلاح ذو الفقار وسعاد حسني، واللي ناقش رحلة صراع الخير والشر، وظهر في رمضان في عدة مشاهد من أول الكنافة اللي هتتعمل على الفطار. والفيلم بطولة توفيق الدقن ويوسف وهبي. وفي سنة 66 حسن الإمام عمل ملحمة استعراضية مع لبنى عبد العزيز في فيلم إضراب الشحاتين، ناقش مقاومة الإنجليز وقتها، وصور مشهد لمائدة رحمن أول يوم رمضان بتضم الشحاتين وتفاوضهم مع الغني عشان يدعموه لدخول البرلمان. وفي فيلم ضربة معلم لنور الشريف وليلى علوي، واللي مقدمة الفيلم عبارة عن مشهد للصحراء المحيطة بالقاهرة وبيظهر مدفع رمضان على الشاشة وصوت بيقول مدفع الإفطار اضرب، ونسمع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت وظهور الفنان شريف منير مع الفنان بسام رجب جوه عربية، وصوت الأذان مستمر معاهم في عز زحمة وقت الفطار. وكمان الفيلم بيتضمن عدد من المشاهد في الجزء الأول منه تدور أحداثه داخل شهر رمضان، وظهر المسحراتي في أحد المشاهد الليلية. أما فيلم المواطن المصري فده من الأفلام اللي رصدت الاستعداد القتالي لجنودنا في حرب العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر سنة 73. والفيلم بطولة عمر الشريف وعزة العلايلي، وبنشوف في أحداثه المجند مصري في كتيبته في الجيش واستعدادهم للحرب في شهر رمضان. كتير مننا اتفرجوا على فيلم عسل أسود، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي والشاب المصري اللي نزل مصر بعد غربة طويلة وقابل صعوبات كتير، إلا إن جمال الأسرة المصرية المحيطة بيه قوته. وبنشوف من خلال الأحداث مشهد من أجمل مشاهد الفيلم، ومصر في بيت إنعام سلوسة على مائدة الإفطار في رمضان. مشهد تاني لمائدة رمضان في الشارع وجملة انت عايز تضيع علينا الثواب. فيلم تاني برضو لأحمد حلمي اكس لارج، وقامت ببطولته معاه دنيا سمير غانم، وبيدور حول مجدي اللي بيعاني من زيادة في الوزن وإنه وحيد. وبيظهر مجدي في مشاهد كتير من أول استقبال الشهر بالزينة والسحور وطقوس المصريين باستقبال شهر رمضان والفطار والعطش في الصيف. الفيلم من إخراج شريف عرفة. المشاهد دي برغم إنها قصيرة إلا إنها بتوصف الأسرة المصرية البسيطة وطقوس رمضان في كل بيت، بتوصف الخير اللي بيملاه رمضان في بيوتنا وحياتنا وشوارعنا حتى ولو كان مشهد.